السلام عليكم شباب بنات، يا رب الكل بخير وصحة وعافية. طبعا رجعت لكم بشرح جديد اللي هو طريقة زيادة متابعين انستغرام عن طريق برنامج اللي هو اسمه انس بلس. هذا البرنامج اللي ما يعرفه هو برنامج يشبه نيترو فولور، لكن هذا افضل بهواي، ما بي اي مشاكل، ما بي اي تعقيدات. كذلك جبت لكم به ثغرة لان هواي بيكم طلبوا انزل شرح عن هذا البرنامج. هاي الثغرة تقريبا تجمع نقاط من 600 ل 700 نقطة بكل سهولة وبدون اي مشاكل، وطبعا راح تعبر ال 700 يعني توصل لل 1000 نقطة بكل سهولة. اللي اتمناه منك وقبل ما نبدا تفاصيل الشرح، طبعا ادري عفت كل هاي المواضيع وركزت لي بالصورة، لكن والله بالكم ليه يروح البيت الصورة عادية. فيا عمر بداية الموضوع راح تروح على قناة اللي موجودة على التليجرام. هاي القناة تخص كل سوالف الانستغرام، فاللي اتمناه منك انك تضغط على زر الانضمام وتنضم ويانا بالقناة، لان اكو هواية امور انا ما جاي اقدر انزلها لكم باليوتيوب، لكن جاي انزلها لكم هنا بالتليجرام. فاللي اتمناه منك انا متاكد هواي راح تستفاد من هاي القناة، بس تضغط على زر الانضمام. المهم يا عمر رافع لك البرنامج على المدونة، مجرد حمل البرنامج وثبته عندك بالجهاز. طبعا انا شارح لكم اللي هي شلون تقدرون تسحبون حسابات وهمية قديمة 2014 وغيرها من هاي الامور، كلها ناشرها بالتليجرام. لكن اللي يواجه صعوبة وما يعرف انه يسحب حسابات وهاي الامور كذلك يقدر ينشئ حساب وهمي. لكن اللي تسوي اول ما تيجي تسوي حساب وهمي، حاول يا عمر انت انك تقريبا تنشر لك 4 منشورات بالحساب الوهمي، اضافة الى الاسم والبايو وصورة الملف الشخصي. كملت كل هاي الامور، اخذ اليوزر والباسورد واجي افتح البرنامج. يا عمر انت بس اللي اتمناه منك تكمل ويا الفيديو من البدايه للنهايه على مود ما تواجه اي مشاكل. من تظهر لك هاي الواجهه كل اللي عليك تسوي اطلع مره ثانيه تمام وارجع للتطبيق، راح يفتح وياك طبيعي بدون اي مشكله. تمام. مثل ما جاي تشوفون الواجهه نفس اللي موجوده بنيترو فولور. كل اللي عليه اسوي اجي اضغط هنا على خيار اللي مكتوب عليه لوجن وذ انستغرام اكونت، تمام. بعدها على هذا الخيار اللي راح يكون عندك باللون الاخضر، هنا راح تنتظر على انه هو يحولك للواجهه اللي انت تقدر من خلالها تضيف للحساب الوهمي اذا كنت مسوي سابقا او هسه ما عندنا اي مشكله بالموضوع. المهم يكون عندك حساب وهمي. تمام يا قلبي، افتح وياك بهاي الواجهه. بالخانه الاولى راح اجي اضيف اللي هو يوزر الحساب الوهمي اللي انا مسويه، وبالخانه الثانيه اضيف اللي هو باسورد الحساب الوهمي، ومن ثم على الخيار اللي مكتوب عليه لوجن اللي هو هذا الخيار، على انه هو راح يسجل وياي الحساب الوهمي بالتطبيق. فانتظر انه هو يوجهني للواجهه مالت التطبيق بالكامل. لحد هنا الامور كلش طيبه، مثل ما جاي تشوفون انه انا هنا جامع تقريبا 650 نقطه. تمام يا عمري، زين. راح تقول لي هنا طبعا الواجهه خلي اشرح لكم شويه عليها اللي ما يعرفها، هي نفس واجهه نيترو فولور العفو، لكن خلي اشرحها شوي لكم. طبعا هنا يا عمري مثل ما جاي تشوفون جامع 650 نقطه بهذا الحساب، اوكي. هذا حساب وهمي واحد جامع 650 نقطه، وعدد كلش حلو. يعني هذا ال 650 بها تقريبا 315 او 316 متابع هيك شيء. فالمهم يا قلبي، اذا انت تجمع بالحساب الوهمي الواحد ما يقارب الواحد كي، فهنا 500 متابع على كل حساب وهمي بعد شو تريد يعني. هنا خلوني اشرح لكم شويه عن هاي الواجهه، لان كوبيكم ما يعرفها ولو هي نفس الواجهه مالت نيترو، لكن خلوني اشرح لكم شويه عن الواجهه. تجون هنا تضغطون على هاي 3 شرطات على يدكم اليمين. عندنا اول خيار اللي انت راح تقدر تتمكن تضيف عده حسابات، يعني مثلا انا عندي فد 4 حسابات وهميه اريد اضيفها بالبرنامج، هذا الامر يوفر لك هذا الشيء. مجرد تضغط على هذا الخيار اللي مكتوب عليه ادد نيو اكونت اللي هو تسجيل حساب جديد. زين. عندنا خيار الشوب اللي انت ما راح تحتاجه اصلا، لان هذا الخيار يوفر لك انك تشتري نقاط من البرنامج، لكن يتطلب منك اللي هو فيزا ايرانيه، وهذا الشيء ما متوفر عندنا، فاترك الخيار الاول. عندنا خيار الاوردر اللي هو هذا الخيار الثاني، تتبع الطلبات. مثلا انا راسل 100 يعني متابع من البرنامج، اريد اعرف ايش قد وصلني من هاي ال 100 وايش قد باقي لي حتى يوصلني العدد الكامل، فهذا الخيار يوفر لك هذا الشيء. زين. عندنا هنا اللي هو تحويل النقاط، اوكي. هنا مجرد تضيف اليوزر الحساب اللي انت حابب تحول له هاي النقاط تجامعها. مثلا انا جامع 650، اضيف اليوزر مال الحساب اللي حابب احول له النقاط. فبعد ما ضفت اليوزر تجي هنا تضغط على خيار اللي مكتوب عليه كوينز، تضيف له العدد اللي انت تريد تحوله من النقاط. مثلا انا جامع 650، اضغط مثلا 650، وهنا اضغط على خيار اللي مكتوب عليه سيند كوينز اللي هو ارسال النقاط، وراح يتحول وياك النقاط طبيعي وبدون اي مشاكل. هنا يا عمري نجي طريقه التجميع واللي هي اسهل شيء بهذا البرنامج. هنا راح تحتاج مثل ما يقولون وسيله مساعده اللي هو عن طريق برنامج الضغط التلقائي، اوكي. البرنامج راح اخلي لكم اياه اسفل هذا الفيديو. فهنا يا عمري راح تحتاج البرنامج اللي اسمه اوتو كليكر او الضغط التلقائي. مجرد تدخل للبرنامج، راح تدخل للبرنامج وتضغط على خيار اللي مكتوب عليه تمكين اول واحد. بعد ما ضغطت على هذا الخيار اجي اسحب هاي العلامه اللي جاي اشركم عليها، اسحبها لي جوا وانزلها على اللي هو التجميع اليدوي، واجي هنا على هاي العلامه جاي تشوفوها اللي هي مثل علامه الضبط، اضغط عليها ضغطه واحده. هنا انت راح تلقاه ملي ثانيه، تمام. فاجي اخليه على خيار اللي مكتوب عليه ثانيه، تمام. هنا راح تلقى عندك العدد مو 5، راح تلقى عندك العدد اللي هو 3. فاجي هنا انا اخليه اللي هي 5 ثواني، واضغط على خيار اللي مكتوب عليه حفظ حتى يحفظ لك الاعدادات اللي انت سويتها. المهم
بعدها اجي اضغط على هذا الخيار اللي هو مثل علامه الستار، اضغط عليها ضغطه واحده حتى يبدي يجمع لي النقاط، ومثل ما جاي تشوفون حاليا راح يبدي يجمع لنا النقاط وبدون اي مشاكل. هنا انا اتمنى انه هسه حاليا الحساب ينحضر حتى اقول لكم الثغره الثانيه اللي موجوده بالموضوع شنو اذا انحضر الحساب عندك. فخلوني اجمع هنا النقاط وارجع لكم يا عمري. طبعا مثل ما جاي تشوفون وصلنا 700 نقطه ولحد الان الحساب الوهمي من محظور. انا اريد ينحضر على مود اعلمكم الطريقه اذا انحضرتوا بيها انتم شو راح تسوون بالضبط، فخلوه ينحضر الحساب وارجع لكم. تمام يا عمري، هسه حاليا مثل ما جاي تشوفون انحضرنا من التجميع. كل اللي علينا نسويه هنا، ركزت بهاي الخطوه كلش ضروري، تخرج من البرنامج تمام، تروح هنا وين هذا البرنامج تمام، تضغط عليه ضغطه واحده وعلى معلومات التطبيق، ومن ثم تحذف البيانات مالت البرنامج اوكي مكان التخزين، وراح تنطي على مسح البيانات. حذفنا البيانات نروح مره ثانيه شو نسوي، ندخل للبرنامج. هذا من بعد ما انحضر طبعا، هسه تشوفون انه راح يرجع يجمع وياك طبيعي بدون اي مشكله. فاجي اضغط هنا على نفس الخيار حتى اسجل بالحساب الوهمي اللي نفسه انا كنت هسه اجمع به نقاط وانحضر. اجي هنا اضيف اللي هو يوزر الحساب اللي انا جمعت به نقاط اللي هو انحضر قبل شويه تمام، ونفس الباسورد، ومن ثم على خيار اللوجن. فانتظر انه هو راح يحولني للبرنامج بعد ما ضفت الحساب الوهمي. لحد هنا كلش الامور طيبه يا عمري. انت كل اللي عليك تسويه ترجع مره ثانيه وين البرنامج اللي هو الضغط التلقائي او الاوتو كليكر تمام. نفتح البرنامج ونجي على هاي اللي جاي تشوفوها جاي اشركم عليها. اجي هنا اخليها على التجميع اللي هو اليدوي تمام، ومثل ما جاي تشوفون بدا يجمع ويانا مره ثانيه. فهذا كل ما في الموضوع يا عمري، تطبيق كل سهل وبدا يجمع ويانا من بعد الحظر، ما بي اي مشكله وما بي اي تعقيدات، وكل السريع بالسال المتابعين وافضل من نتر وفلاور بهواي. اتمنى استفادتم من هذا الشرح يا قلبي انت، واذا استفادت خلونا اشتراك، كل الروابط راح لكم اياها في الفيديو. تحياتي لكم.